وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد جبار السماوات والأرض كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في زمان أو قديم أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية أو حي أو ميت. الله أكبر 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 عدد ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان المبارك. الله أكبر عدد ما قاموا في جوف الليل ونادوا ربهم. الله أكبر عدد ما تلوا آيات الله بالليل وأطراف النهار. الله أكبر عدد ما صاموا وكبروا. الله أكبر عدد ما غفرت لهم ذنوبهم. الله أكبر عدد ما صام المسلمون شهر رمضان المبارك. الله أكبر عدد ما قاموا وصاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الله أكبر عدد ما تصدقوا وأنفقوا من أموالهم في الليل والنهار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا هو يوم عيدكم، هذا هو يوم الجوائز الذي قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنه أيها الإخوة الكرام في الله ليوم عظيم لنيل الجوائز، وسمي هذا اليوم بيوم الجوائز لأن الجوائز تتوزع من الله سبحانه وتعالى. شهادات تتوزع لمن؟ للفائزين. ولمن؟ وللقائمين الليل، وللمستغفرين بالأسحار، وللمتصدقين، والذين كانت حياتهم في شهر رمضان قرآنا بالليل والنهار. كانت حياتهم كلها ذكر وتسبيح وتهليل وتمجيد لله سبحانه وتعالى. فها هم اليوم ينالون الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وهو يوم أيضا يوم الحسرة والندامة. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى المنبر وأتى إليه جبريل: قل آمين. قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: آمين. أيها المسلمون، يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، وذكر من ضمنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وفرحة يوم فطره. هذا هو يوم العيد. عيدنا عبادات، عيدنا صلوات، عيدنا تكبير وتمجيد لله سبحانه وتعالى، عيدنا محبة وسلام، عيدنا صلة للأرحام، عيدنا إخاء. إن هذا العيد أيها الإخوة الكرام في الله الذي ينبغي علينا في هذا اليوم أن نظهر الفرحة والسرور، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولقد رأيت يوم أمس هناك سنة سيئة أيها الإخوة الكرام في الله أصبح كثير من الناس يعملونها، وخاصة في ليلة العيد أو في أيام العيد. هذا ينزل أباه، وهذا ينزل أمه، وهذا ينزل إخوانه الذين توفوا. والله أيها الإخوة الكرام في الله أنه فعلا لكل واحد مننا قريب وأهيل هناك في المقابر فعلا أيها الإخوة الكرام. لكن في هذا اليوم المبارك ينبغي علينا أن نعظمه ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ينبغي علينا أن نظهر فرحتنا في هذا اليوم، كيف لا وأنتم أيها الصائمون هنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم يا من قمتم في جوف الليل، هنيئا لكم يا من قرأتم آيات الله بالليل والنهار، هنيئا لكم يا من تصدقتم وتزكيتم وزكيتم وعملتم الأعمال الصالحة التي تبيض وجوهكم يوم تلقون الله
هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. والله أنه ينبغي عليكم أن تفرحوا، ويحق لكم أن تفرحوا في مثل هذا اليوم. ولا عزاء لأولئك المفرطين والمقصرين الذين لم يستطيعوا أن يقرأوا ولو شيئا يسيرا من القرآن الكريم. فمن لم يقرأ القرآن الكريم في رمضان متى سيقرأ القرآن الكريم؟ ومن لم يعود إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان بالله عليكم متى سيعود؟ هذا هو يوم الحسرة والندامة، وهذا هو اليوم الذي تتوزع فيه الجوائز. فهنيئا لكم أيها الصائمون. إياكم ثم إياكم أن تتركوا قراءة القرآن الكريم، وقد كان ليلكم قرآن، وقد كانت لياليكم كلها صلوات ودعاء وقرآن. فهذا والله أيها الإخوة الكرام في الله من علامات القبول للإنسان المسلم، للإنسان المؤمن، أن يتبع العمل الصالح بالعمل الصالح. إن من علامات القبول أيها الإخوة الكرام في الله، وهذا دائما أقوله لكم، من علامات القبول أنك تعمل العمل الصالح بعد العمل الصالح. لقد كنتم تقرؤون القرآن الكريم في رمضان، فحافظوا على قراءة القرآن الكريم. ويكفي قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن الكريم فيه حياتكم، ولقد رأيتم تلك الليالي. والله أيها الإخوة الكرام في الله، إن الإنسان ليشعر بالأنس وهو يصلي قيام الليل مع ملك الملوك، يشعر براحة وسعادة تعتريه في كل وقت وحين، لأنه أيها الإخوة الكرام في الله اقتبس من نور الله سبحانه وتعالى، وعاش هذه الأيام المباركة وهو يتلو آيات الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ركزوا على كلمة ويبشر المؤمنين، إنه فعلا بشارات. اسمعوا إلى هذه البشارة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بشارة من الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بشارات من الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه هي أجمل البشارات، وهناك آيات كثيرة، فقط أعطيكم إلا شيئا يسيرا من هذه البشارات. وفيه أيضا تحذير لنا عندما تعيش في القرآن الكريم. كلما غفلت القرآن الكريم يذكرك، هو أعظم واعظ لك عندما تقرأ القرآن الكريم. ولذلك أيها الإخوة الكرام في الله، لا يصيب الإنسان بالغفلة والندامة إلا إذا ترك القرآن الكريم. ولذلك عندما تقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله لو لم تكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية من التحذير لكفتنا. إذن أيها الإخوة الكرام في الله، واصلوا على قراءة القرآن الكريم، ولا تتركوا قراءة القرآن الكريم في رمضان وفي غيره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. أيضا أيها المسلمون رعاكم الله، إنكم كنتم تصلون وتحافظون على صلاتكم، فينبغي عليكم أيضا أن تحافظوا على صلاتكم بعد رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ويقول أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. عندما طلب الله من الجنة أن تتكلم، قالت الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله كل من ذاق طعم ولذة الصلاة وحلاوتها وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يترك ولو فرضا واحد. كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا اعتراه هم أو غم أو حزن كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال،
فهي حياة القلوب وهي راحة القلوب. استمروا أيضا على أعمال الخير الذي كنتم تعملونها في رمضان من صدقات وغيره. بعض التجار وبعض الأغنياء لا يعرفون الإنفاق إلا في رمضان. أيها التجار، أيها الأغنياء، إنه ينبغي عليكم أن تنفقوا أموالكم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي فعل الخير في رمضان وفي غيره. هذا الإنسان المؤمن، لأن الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام في الله يعلم أن ماله فتنة، وأن الأصل من هذا المال هو الإنفاق في وجوه الخير. فانفقوا أيها الإخوة الكرام في الله وتفقدوا جيرانكم وإخوانكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد. وينبغي علينا في هذا اليوم المبارك أيها الإخوة الكرام دائما أتكلم في هذا الموضوع، وهو موضوع خطير وحساس. وأنتم ترون اليوم وضع البلاد بالذات اليمن العفو. إننا أيها الإخوة الكرام في الله في مشكلة كبيرة. تخيلوا، لا النخب السياسية ولا حول ولا قوة إلا بالله استطاعت أن تعفي عن بعضها البعض وتوحد صفوفها وتخارج البلاد من هذه المحنة ومن هذه المصيبة الذي يمر بها اليمنيين. أنا أقول هؤلاء السياسيين الذين يعيشون في الفنادق وفي الأماكن المترفة وهم يتركون شعبهم يعاني الأمرين، أين دينهم وأين ضميرهم؟ لماذا لم يتوحدون؟ للأسف الشديد أيها الإخوة الكرام في الله لا هم لهؤلاء إلا مصالحهم الشخصية، وتركوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشعب يعاني. وأنتم تعرفون لم يمر في تاريخ اليمن مثل هذه الأيام التي يمر بها ولا حول ولا قوة إلا بالله اليمنيون. يا أيها السياسيون، يا أصحاب الأحزاب، إذا لم تتحدوا اليوم مع بعضكم وتخارجون البلاد، متى ستخارجون البلاد؟ متى؟ هل تتوقعون أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وينزل علينا ملائكة؟ لا والله، إن لم يجب علينا أن نصلح أنفسنا. كما ذكرت لكم هؤلاء السياسيين لا هم لهم إلا ما رحم ربي وقليل منهم، لا همهم إلا مصالحهم الشخصية. وللأسف الشديد حتى على مستوى الأفراد الموجودين في القرى ولا حول ولا قوة إلا بالله والمدن، أنتم تلاحظون مع بعضنا البعض. لو مريتم مرور الكرام على المحاكم لرأيتم أمرا عجيبا، شيء يشيب الرأس من هوله. كل واحد يريد أن يأخذ مال أخيه الثاني الآخر. بالله عليكم كيف يصلح حالنا؟ أين المحبة؟ أين السلام؟ وفي خاصة وفي اليمن عامة كل واحد منا يتقدم إلى المسؤول ويكون له علاقة مع هؤلاء. أتدرون لماذا؟ ليس لشيء، إنما ليغلب صاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليغلب صاحبه. هذه مصيبة وهذه طامة. إذا لم نتآخى اليوم متى سنتآخى؟ إذا لم نتراحم اليوم متى سنتراحم؟ البلاد خطير يا أيها الإخوة الكرام في الله. ينبغي علينا اليوم أن نراجع أنفسنا. لابد أن يراجع الأخ مع أخيه، والصاحب مع صاحبه، والجار مع جاره، والصديق مع صديقه. بالله عليكم كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا وقلوبنا كالحجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ قلوب كالحجارة. هناك أناس يمتلكون قلوبا بيضاء سبحان الله كاللبن، وهناك أناس يمتلكون قلوبا كالحجارة أو أشد قسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله من الحجارة. لأن من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إذن أيها الإخوة الكرام في الله، اعف عن أخوك المسلم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن عدت؟ قال عدت للمتقين. وأنتم تعرفون كان سبحان الله من هدف الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال لعلكم تتقون. فالحمد لله رب العالمين أنكم بإذن الله سبحانه وتعالى قد حصلتم على ثمرة التقوى. وأيضا الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أولي العقول. إذن الجنة تخيلوا أيها الأخوة الكرام في الله من فوائدها العظيمة. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ قال الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا أصحاب القلوب السوداء، والله يحب المحسنين. يا أصحاب الأمراض والأحقاد والأحساد، يا أصحاب القلوب المريضة، والله يحب المحسنين. ويقول أيضا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. كنا في رمضان جميعنا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل ونقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بالله عليكم أيها السادة، كيف نريد من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ونحن لم يعفي بعضنا على بعض؟ كيف نريد من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ونحن لم نغفر لبعضنا البعض؟ هذا الجار مع جاره، وهذا الأخ مع أخيه، والصديق مع صديقه، والشريك مع شريكه. القلوب يا أيها الأخوة الكرام في الله مريضة. والله هذه الأحوال لن تجدها في بلاد أوروبا ولا في غيرها، إنما تجدها للأسف الشديد في الدول العربية عامة، لكن في اليمن خاصة شيء عجيب ومخيف، شيء عجيب ومخيف. كل واحد يريد أن ينقض على أخيه. إن أصاب أخيه خيرا غضب غضبا شديدا، وإن أصابه شرا فرح فرحا شديدا. القلوب مريضة، نحن بحاجة إلى أن نعالج قلوبنا. بالله عليكم، قلوب تقرأ القرآن الكريم، وقلوب يا أيها الإخوة الكرام في الله تتلو آيات الله سبحانه وتعالى، وقلوب تطمئن بذكر الله، وقلوب تعيش في رحاب الله. أيملأ فيها الحقد والحسد والمرض والعجب والغرور وما شابه ذلك؟ والله يا أيها الإخوة الكرام في الله أن هناك أناس متخاصمين منذ سنوات مع أخيها المسلم على شيء بسيط، وكل واحد منهم يريد أن يبقى أكبر من الآخر، كل واحد منهم يريد أن يبقى أكبر من الآخر. ألا تدري أخي المسلم أن عملك الصالح مربوط ومرهون بأن تعفو عن أخيك المسلم، أو بأن تتصالح مع أخيك المسلم؟ لا بد أن نتصالح مع بعضنا، لا بد أن يرحم بعضنا البعض، لا بد أن يغفر لنا بعضنا البعض، لأن وضعنا أيها الإخوة الكرام في الله كما ترون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد علينا أن نتساعد مع بعضنا البعض، وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة والصعبة والحساسة الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله يعيشها الشعب اليمني. الشعب اليمني اليوم تجد أغلب الناس اليوم أكثر شيء مؤلم أنك تجد اليوم الشحاتين بشكل فظيع على قوارع الشوارع والطرقات. وأنتم رأيتم اليوم، وأنتم رأيتم في شهر رمضان كانوا يأتون إلينا من كل فج عميق. إنه لشيء مؤلم ولشيء مخيف. وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نتقتنا بالله سبحانه وتعالى الواحد القهار ثقة عظيمة بأن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هذا البلاء. لكن كيف يرفع الله عنا البلاء ونحن مع بعضنا متخاصمين، وكل واحد منا مع أخيه ومع جاره ومع صاحبه في هذا؟ إذن وجب علينا أن نتصالح مع بعضنا، أن نعفي عن بعضنا. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأنا أعفو عن من ظلمني، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه فيفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها الصائمون، أيها الموحدون، أيها القائمون، تقبل الله منا ومنكم أخلص الأعمال. إنه ينبغي علينا في هذا اليوم أيضا أن نزور أرحامنا وأقاربنا. بالله عليكم تخيل لو أنت متخاصم مع أخيك المسلم واتصلت له واعتذرت له أو تكلمت معه، هنيئا لهذه القلوب البيضاء المتسامحة التي لا تعرف مثل هذه الأمراض. أفضل الصدقات عند الله سرور تدخله على مسلم، أفضل الصدقات إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله إلى مسلم. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله
يمتلكون في هذا المكان حيات وعقارب، حيات، تخيلوا، حيات وعقارب وثعابين يعيشون أيها الإخوة الكرام في الله. لا لست أدري كيف يقدر هؤلاء أن ينامون الليل، كيف ينامون هؤلاء الليل. كان أيها الإخوة الكرام في الله بعض الصحابة إذا لم يقدر ما يتصدق فيه كان قبل أن ينام يتصدق بعرضه، يتصدق بعرضه على من تكلم عليه. انظروا إلى أين وصل بهؤلاء. فلذلك كانوا رجالا واسألوا التاريخ عنهم. أما نحن اليوم كما ترون ولا حول ولا قوة إلا بالله، شيء مؤلم. أمة تباد هناك على ساحة فلسطين، وأمة تباد هنا، وأمة ترقص هنا، أمة تذبح هنا، وأمة تغني هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي أصابنا. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لا مسس أسماع حكام المسلمين، لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. والله الذي لا إله غيره أنك لما ترى وتشاهد لا تقدر أن تستطيع أن تشاهد ولو بضع دقائق من شدة الأهوال الذين يجدونها إخواننا. والبعض يتوقع أن الهدف هو فقط هؤلاء الذين يدافعون عن الأقصى وغيره. لا والله لن يتركوا هؤلاء مكانا. والله الذي لا إله غيره لا يمكن أن يرضوا هؤلاء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو كانت الحرب اقتصادية أو سياسية لكان الأمر احتل من زمان، لكن الأمر عقائدي حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعلا أيها الإخوة الكرام في الله، لما تقارن بين تاريخنا وتاريخنا اليوم تتألم ألما شديدا، وتقول يوم تقول كنا جبالا، وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الأفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصال، لن تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. إخواننا هناك أيها الإخوة الكرام في الله يموتون في كل لحظة، هنيئا لهم الشهادة. والله الذي لا إله غير أنهم هم الفائزون، وإن الخزي والعار علينا وعلى كل عربي مسلم يشاهد هذه المجازر التي تحصل اليوم لهذه الأمة. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الابتلاء، وليس هذا هو اليوم فقط، وإنما دائما وتاريخا. وصدق الله يوم قال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينبغي علينا ألا ننسى إخواننا في دعواتنا وفي صلواتنا. ينبغي علينا أيضا أن نعلم أبناءنا أن القدس هو للمسلمين، والقدس بإذن الله سيعود اليوم أو غدا، وما ذلك على الله بعزيز. أيضا أيها الإخوة الكرام في الله، ينبغي علينا في مثل هذا اليوم وفي غيره أيضا زيارة كما ذكرت لكم الأقارب والأرحام. فمن أراد الستر والسلامة وطول العمر فعليه أن يصل رحمه، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من أراد السعادة ومن أراد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له بعمره فعليه أن يزور أرحامه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. انشروا المحبة والسلام. من كان جاره أو قريبه فقيرا أو مسكين فليغنيها اليوم. تصدقوا اليوم قبل أن لا تقدروا أو تستطيعوا أن تتصدقوا. اعملوا الخيرات اليوم قبل أن لا تقدر أخي المسلم أن تعمل الخير، فالدنيا هي مزرعة الآخرة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المعتوقين نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأعده علينا وأمة الإسلام في خير وعافية ونصر وتمكين وعز وكرامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم
أرحم الراحمين يا قيوم السماوات والأراضين. اللهم ثبتنا بعد رمضان، وأعنا على الصلاة وعلى قيام الليل، وأعنا على أعمال الخير وعلى تلاوة القرآن وعلى الأعمال التي كنا نعملها في رمضان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن ترزقنا قلوبا سليمة، قلوبا لا تحمل حقدا ولا حسدا ولا عجبا ولا غرورا ولا كبرا ولا شيء من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها قلوبا تنظر إليها وهي سليمة صافية لك يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين.